السلام عليكم متتبعاتي الغاليات الوفيات. كما راكم تشوفوا اليوم عندنا زيتون كاسي اكسبريس يحضر في دقائق ان شاء الله. هذا رمضان راح نديري به حاله. كما تشوفي هنايا حطيت الطاجين تاعي هذا تاع الحديد اللي فيه الخطوط هنايا باش نديرو الطريقه تاع الزيتون هذاك اللي يعود فيه خطوط تاع الشوي. كما راك تشوفي هنايا اغسلي الزيتون من هذاك الماء اللي كان مرقد فيه، وجيبيه نشفيه من الماء وحطيه كيما راكي تشوفي هنايا وضغطي عليه. راح الليطراس اللي يجوك فيه بعد ما ينشف لك الزيتون من الماء راح يبدا الليطراس من البدايه، راه ما يكونش كاين حتى ينشف لك الزيتون من الماء نتاعك. وشوفي كي نشف لي من الماء بدا يدير لي هذوك ليطراس تاع الشوي. كما تعرفوا هنايا انا درت نصف الكميه باش نسرع العمليه ونصور لكم اللقطات. نصف الكميه درتها كيما هاك والنصف الآخر درته عادي. وننتقل الآن إلى التوابل اللي هي عندي هذا الفلفل اللي جاي كبير ماهوش حار ياسر، عنده الحرة تاعو مليحة. رايحة نطبخو وندقو والله نرحيه في الاشوار تاعي. وعندي هذا الفلفل هنايا هذا رقيق رنخته هنايا، وعندي ورقات الرند. وهذاك الفلفل اللي رنخته نخليه حتى يتنفخ ودوك نقولكم شو ديروا به. وهنا عندي التوابل، عندي الثوم مقطع، عندي الفلفل الأحمر الحلو، عندي الرند، وعندي أيضا البزباس العربي، وعندي أيضا الزعيترة، وعندي الكزبر اليابس. وهذو مرحيين كما راكم تشوفوا فيهم هنايا. هذه مجموعة من التوابل اللي راح تستعمليها. هنا راني نوريكم بلي كاين زيتون راني درتو كاسي كيما نقولوا حنايا مشلط كيما تشوفوه، وزيتون درتو كامل ما درت فيه والو باش نسرع العملية وما نقعدش نطول وانايا نخدم فيه. كيما تشوفوا هنايا جبت هذاك الزيتون عندي وجبت هذوك التوابل. وهنا نوريكم هذاك الفلفل اللي شفتوه معايا قبيل كنت طبخته على نار هادية وغلقت عليه من فوق باش الجعبة ديك تاع الفلفل تتنفخ. كيما راكم تشوفوا هنايا وليت رحيتها وما درتلهاش الماء، رحيتها ناشفه يجيك كيما الهريسه العربي اللي تخدميها في الدار. كيما تشوفوا هنايا هادو التوابل جبتهم ووجدت كامل المواد اللي راني رايحه نستعملها. هذاك الزيتون كاسي كيما راكم تشوفوا هذا الفلفل كنت قطعته الى قطع صغيره. اذا رحيته راح يطلق لي الحرور بزاف في الزيتون. اذا اللي ما يحبوش الحروب بزاف رايحين ينقصوا الكميه تاع الحروب بهذه الطريقه. قطعيه وخليه لداخل كي ترنخ لك في الزيت راح يطلق لك هذيك البنه تاع الحروره بلا ما يعود مرحي. لا اذا قلت لكم عاد مرحي راح يكون زيتون كاسي حار ياسر. واذا عدتي حبتي حار تحبي ترحيه ارحيه، والاختيار يرجع ليك وللذوق نتاعك. كما تشوفوا هنايا كنت هنايا قطعته هنايا بالمقص، وجبت هذوك التوابل كاملة اللي راكم تشوفوها معايا، وجبت الزيتون وخلطتهم كامل. دوك تشوفوا الطريقة بالتفصيل. هنا راني كنت نقطع في هذاك الفلفل. وهنا ايضا جبت هذا الفلفل الثاني ماهوش حار بصح البنة تاعو هايله هايله. هذا الفلفل المرقد اللي يتباع في المحلات كما تعرفوه، اكيد راكم تعرفوه وشايفينه من قبل. ثاني هذا روحي جيبيه وجيبي المقص وقسمي الحبة على زوج، اما الحبة حبيتي قسميها على عدة قطع. هذا ايضا راجع لك انتيا. انا حبات درتهم رقاق وحبات خليتهم على النص. كما راكم تشوفوا هنايا درت كامل هذيك المواد اللي شفتوها معايا، واضفت ايضا زيت الزيتون والزيت العادي. وهذا راجع ايضا اللي كنتي حبيتي ديري زيت الزيتون وحده، حبيتي ديري الزيت هذا تاع العادي وحده، حبيتي ديري مزيج ما بيناتهم. والوصفات التجاريه اكيد راهم رايحين يكثروا الزيت العادي اكثر. هذه الوصفه التجاريه اللي راح تخليهم يعود الربح تاعهم اكثر. المهم انا درت هذه الطريقه للمنزل ولرمضان ان شاء الله. العائله تحب المخللات وتحب هذه كما نقولوا حنايا الزيتون الكاسي وهذه الامور. كما تشوفوا هنايا خلطهم مليح مليح حتى تذوب لي هذيك التوابل مع داك الفلفل اللي كنت رحيته في الاشوار. يا خي يجي شويه شاد روحو، حليه مليح مليح في هذاك الزيت. وما نساوش ايضا قليل من الملح. تقريبا المواد كامل هنا راها مالحة. الزيتون مالح والفلفل ثاني راه مالح، راح يطلقوا لك الكمية تاع الملح، ولكن ما تعودش بهذيك الدرجة. زيدي كمية الملح
وذوقي وحبسي عاد القدر اللي تحوسي تنحيه كيما نقولوا حنا ولا تحبسيه. حبسي الملح تاعك نتيا كيما راكم تشوفوا هنايا مزجت كامل المكونات وخرج لي المزيج رائع، والريحه كانت الكوزينه معبقه بالريحه نتاعو هايل هايل. وكيما تعرفوا هنايا هذو الاضافات اللي راح نضيفوهم هذو اختياريين تاع الجزر والبزباس، هادو انتي حبيتي ضيفيهم حبيتي خليه كيما راه فقط كيما درتولك المره الاولى. انا كنت قطعت الجزر بكميه معتبره هنايا، وايضا قطعت البزباس نتاعي. وكما تعرفوا هنايا كي قطعتهم درتهم يطبخوا مدة دقيقة فقط على النار، ومن بعد نحيتهم حتى نبرد لي هذاك الماء وهما فيه، ومن بعد صفيتهم مليح مليح وخليتهم لمدة 3 ساعات او اللي ما عندهاش الوقت ساعتين. المهم تحسي الخضرة نتاعك راح لها الماء كامل هذاك باش ما يفزدلكش الزيتون كاسي تاعك. وايضا هذه الطريقة تاع انك تطبخيهم رايحين يهشولك الخضرة نتاعك، ما تعودش خضرة قاسية، لان كيما كيش دايره الخل في هذه الوصفة دايره برك الملح وزيت الزيتون والمخللات هذو اللي تعرفوهم. يعود فيهم الملح ياسر اللي يحافظوا على مدة الصلاحية تاعهم تعود مليحة وما يفزولكش بالخف. وهذه الطريقة قلت لكم ديروا البزبز تاعكم والجزر ايضا ديروه في كسكاس وخليهم يقطروا مليح مليح يعني يصفاو من الماء تاعهم. وهذيك الطريقه تاع الماء قلت لكم باش يجوكم هشاش وفي نفس الوقت تكون القرمشه تاعهم كاينه فيهم مازالت كاينه فيهم، ما تخلوهمش يطيبوا. قلت لكم يطبخ سكري عليه النار وحطيه على جهه ومن بعد صفيه كيما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما نشفولي هذه درتهم في الصباح والمساء راهم نشفولي مليح واستقطروا مليح. جبتهم هنايا ودرتهم هذيك المواد الاولى اللي درتها كامله خلطتها ومزجتها مع بعضها. وبالتالي هنايا جبت لي بورتمونجي راهم عندي هنايا عمرتهم وزدت لهم ايضا قليل من زيت الزيتون. كما تعرفوا زيت الزيتون او الزيت العادي راه ماده حافظه يعني يعطيكم العمر في المواد نتاعكم اللي درتوهم. كما تشوفوا هنايا ما درناش مواد حافظه، المواد الحافظه راها كامل طبيعيه. اذا راح تتحصلي على زيتون كاسي طبيعي هايل هايل مخدوم في الدار بايادي يعني مضمونه، مكونات باينه واش راكي تخدمي احسن 100 مره من تاع المحلات هذاك اللي تشوفوه في البيادن هكذاك ومنحوح الغلاق نتاعو وتشوفي كيما هكذاك ساعه وتجي حشرات ساعه وتلقيه فيه ماده بيضاء من فوق. اذا اخدميه وحدك فد راح تحصلي على ابان زيتون كاسي. اذا قلت لكم راح تحصلوا على ابان زيتون كاسي وتخدمي ان شاء الله في رمضان هذا، وراح يجهز لك في دقائق كامل يسقسوك عليه كيفاه خدمتيه من كثرة البنة نتاعو ورائحة التوابل ورائحة الثوم. ما شاء الله اخدميه ورايحة تتهناي من الزيتون كاسي اللي راح تشريه من برا تشريه عليه برا. اخدميه بيدي قلت لكم نظافة ونقاوة، واكيد الكمية راح تكون اكثر في المنزل مش كيما تاع برا اللي راه شوية مربي وزايدينلو في السوم. اذا اخدمي في الدار وراح تهناي ضربة واحدة وراح كامل يسقسوك كيف خدمتيه. وسر البنة تاعو قلت لكم اكيد اكيد ديروا التوابل تعود توابل نقية وجديدة. اذا وصلتوا هنايا اضغطوا على الجنب باش يشاهدوا اكبر عدد للاستفادة، واللي حابة تخدم قبل رمضان تلقى الفيديو وتخدموا وتعبيه وان شاء الله تجربوه.